وبتفهم ليلو انهم لازم يرجعوا لحياتهم، زي جامبا اللي مش عارف يعمل اي اختراعات بسبب الادوات البدائيه اللي على الارض، ولازم يرجع للمختبر بتاعه من تاني. وكمان بوكلا اللي دايما كان بيحلم انه يبقى استاذ في جامعه تحالف المجره. واخيرا ستيتش اللي كان نفسه يركب السفينه BRB ويستمتع بيها. وبتروح لها ناني وبتقول لها مش معنى ان هم هيمشوا انك مش هتشوفيهم تاني، مهما كان احنا عيله وعمرنا ما هنبعد عن بعض. وبعد كده بنشوف بوكلا وجامبا بيجهزوا حاجاتهم عشان يمشوا، وبنشوف ستيتش بيقرأ قصة البطة لآخر مرة قبل ما يسافر للفضاء. وللي ما يعرفش فالقصة دي لقاها ستيتش في الجزء الأولاني وعرفته يعني إيه عيلة أصلا، وكانت إلهام كبير ليه عشان يفضل مع ليلو. وقبل ما يمشوا بتروح ليلو تدي لجامبا موسيقى علشان لو افتقدها يسمعها، وبتدي بوكلا صخرة لأن دي في الفضاء حاجة كبيرة جدا للعلماء. ولسه بتكلم ستيتش ولكن بيجري يحضنها. تديله ليلو العقد بتاعها وبيوعدها ستيتش إنه مش هيقلعه أبدا. وبعد كده بتصوره وبيمشي. بتكون ليلو ساعتها في منتهى الحزن، وبنشوف جانتو ماسك مستر